قضية الملك تكلم عن رئيس الجهادي هو الملكين نوعين من الملك، لكن الملك العقائدي ياتي بتقليدي وياتي عن طريق انشاء تخطيط جديد ولا عن طريق الملك الدولي. لكن مثلا بعد كان فيها رئيس الجهاد الابتدائي وكنا نعرف على انه ملك تقليدي ورثوها الناس من طريق اجداد الاجداد. صار في ذلك قال فيه عندنا استيقاظ رئيسي اساسي واحده اولا احنا كاملين في الولايه نعرف ان عندنا مشاكل وفتنا عامل انه هنا في الولايه الى جد مقاول صارت الدوله على المشروع عملاق كبير ما يرد به يعاد. هذه مشكله مطروحه وبالتالي يلا نعالجوها في الوقت المناسب، وهذا لا ينعكس علينا احنا كبلديه ريفيه وعندنا طريقه معامله واضحه علينا نختاروا ونتعالجوا هنا حتى ما عندنا كيف نديرهم في بعض من البلديات. احنا عندنا بلديه ناشئه نقالها بلديه العين الصفراء. بلديه العين الصفراء بلديه ناشئه وعندنا فيها برنامج قدمت الدوله تخطيط لان الدور انتم محافظين على المنشات اللي تعد في المستقبل. عندنا احتياطات قطع ارضيه خاصه بهذا قليلين ما تواكب الدوله بتخطيط شامل ما نريد نحافظ عليه ما نقدروا مثلا في واحده ثانيه خالف الدوله تشارك بالرجال بالسكن الاجتماعي خالف من الناس ما عنده وسائل بناء يعملوا عود ولو عن طريق تعويض عادة في المستقبل. شرط صاحب جزاه الله خيرا قضيه المجتمع المدني احنا نطالب بانشاء سكن اجتماعي للضعاف في عواصم البلديات وفي الولايه ولا بصفه عامه للناس الضعيفه بشكل عام ولو يعود يتم عنه طريقه تعويض. احنا في العالم الاوسط انا كنت نقرا في المطلب ونعرف خالد حي قال له حي السعاده وعدد كامل اساس عن طريق سكن اجتماعي. قال كذا يتم يعوض شوي حسب الامكان الذي ينعقد عاد في اولا المعيار المطلوب وثانيا عاد بسكن محترم دائم في المواطن. النقطة الثالثة قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساسا احنا ما عندنا أساسا في النقاط الثلاثة المبادرة والتوصيل كعمدة بتسريع التخطيط في عاصمة بلدية العين الصفراء مقاطعة شقيق. ذلك حفاظا على المنشآت التي ستقام في المستقبل بإذن. ثانيا قضية سكن اجتماعي لساكن ضعيف يتم عن طريق الوزارة المعنية والتنسيق مع التآزر والتنسيق معه. والسلام عليكم ورحمة الله.